بيبدأ الفيلم مع 2 من الشرطة واللي بيكونوا بيدوروا على مجرم هربان منهم، وبيسمعوا صوت قريب منهم فبيحاوطوا المكان عشان يمسكوا المجرم. وفعلا بتشوف الشرطية وهو بيحاول يهرب منهم، لكنها بتقدر تمسكه وبتهدده عشان ما يتحركش من مكانه، وفعلا بتثبته وبتبلغ زميلها ان هي قبضت عليه. وساعتها بيستغل المجرم الفرصة وبيهجم عليها، واللي بيمسك المسدس وبتطلع منه طلقة وبعدها بيهرب منها. والاخبار كلها بتتكلم عن المجرم اللي اسمه فين، هو بيطلبوا من الناس لو اي حد شافه يبلغ عنه فورا. وبنعرف ان هو متهم في قتل رجل اعمال وسرقة الفلوس والعربية بتاعته. وبنروح بعدها لواحدة اسمها فال واللي بتكون شغالة فتاة ليل، وبنشوفها وهي بتجهز نفسها في بيتها لان جاي لها ضيف مهم جدا. وبتفضل تتكلم مع نفسها قدام المراية بشكل غريب، وساعتها بتسمع صوت جاي من الدور الارضي فبتنزل عشان تشوف الصوت جاي منين، لكنها مش بتلاقي حد. وفجأة لما بترجع بتلاقي فين واقف قدامها، ولما بتحاول تصرخ وتهرب منه فين بيمنعها عشان محدش يسمعهم. فبتعضوا فال في ايديه وبتجري بسرعة على المطبخ عشان تتصل بالشرطة، لكن فين بيروح وراها فبتضربه على دماغه بالتليفون. هو بيلاقي بعدها سكينة غريبة قدامه فبيمسكها وبيهددها عشان تسيب التليفون وبتنفذ اوامره. هو بيسألها لو كان في حد معاهم في البيت فبتقول له ان هي عايشة لوحدها. هو بتعرفه ان في ضيف مهم جاي لها كمان شوية، فبيقول لها تتصل بيه وتلغي الميعاد اللي بينهم، لكن فال بتقول له ان هو راجل مهم جدا وهو مش هينفع تلغي الميعاد بتاعه. فبيقول لها تتصل بيه وتطلب منه يجيب معاه فلوس كتير، وتقول له ان هي مخطوفة والا هيخلص عليها. فبتقول له فال ان هو شخص خطير جدا، وبتقول له ان هو لو جه وشافه هيخلص عليه. فبيتضايق عليها فين وبيجبرها تتصل بيه، لكن فجأة فين بيسمع صوت الشرطة بره البيت فبيخاف جدا وبيمسك السماعة منها. وبتفهم فال ساعتها ان الشرطة بتدور على فين، وبتقول له ان هي تعرف ناس مهمة جدا وممكن تساعده في اللي هو فيه. وبتعرض عليه تعالج الجرح بتاعه في الاول، وبتقول له ان هو لازم ينزل للبدروم بتاعها عشان محدش يشوفه ويتعرف عليه. هو بيحس فين ان هو دايخ وهيفقد الوعي بسبب الجرح اللي في دماغه. هو بيطلب منها تاخده للبدروم بتاعها. هو بينزل هناك فعلا وبيشوف تماثيل كتير، وبتعرض عليه فال ان هي تديله الفلوس اللي في الخزنة بتاعتها عشان يسيبها في حالها. لكن فجأة الجرس بتاعها بيرن، فبتقول له ان هو اكيد الضيف بتاعها. وبتقول له ان هي مش هتنفع ما تفتحش الباب لانه ممكن يكسر الباب ويدخل ويشوفه معاها ويخلص عليه. وبتوعده ان هي هتفتح الباب ومش هتقول له على اي حاجه وهترجع له تاني بسرعه. وفعلا بتروح فال عشان تفتح الباب، لكن فين بيحس بالدوخه تاني وبيطلع عشان يشرب ميه، وبيراقبهم وهم في البيت. وبعد ما بيرجع وبينزل تاني بيوقع واحد من المانيكان اللي جنبه، فبيحس صديق فال اللي اسمه فريدي ان في حد معاهم. ولما بينزل عشان يشوف مين اللي تحت بيضربه فين، هو بيبدا ان هو يخنقه وبيخلص عليه بالحزام. وبعدها بيهدد فال وبيقول لها تفتح الخزنه بتاعتها عشان ياخد الفلوس منها ويمشي. وبتروح فعلا فال عشان تفتح له الخزنه وبيكون فيها فلوس كتير، لكن فجاه بيرن الجرس تاني. فبتقول له فال ان هي مش مستنيه حد تاني يجي لها غير الضيف بتاعها اللي هو خلص عليه. ولما فين بيروح يبص بيعرف ان هم الشرطيين اللي بيدوروا عليه. ولما بتفتح لهم فال بيسالوها لو شافت اي حد غريب حوالين البيت، فبتقول لهم ان هي كانت بتاخد دش وما شافتش اي حد. فبتشك الشرطيه فيها وبتحس ان في حاجه غريبه. وبعدها بيحذروها من المجرم اللي هربان، وبيقولوا لها ان هو متهم في جريمه قتل، وبيقولوا لها ما تفتحش الباب لاي حد غريب وبيمشوا. وفين بيكون متضايق جدا وبيعتقد ان هي اللي بلغت عنه. فبتقول له ان هي كانت معاه طول الوقت وانها ما اتصلتش باي حد. وبيكون فين حاسس ان هو تعبان جدا وبيدوخ وبيفقد الوعي. ولما بيصحى بيلاقي نفسه مجروح في دراعه وموجود جوه البانيو. فبتقول له فال ان هو اتجرح في دراعه بعد ما وقع على السكينه اللي كانت معاه. وبيسالها عن السبب اللي خلاها تساعده وما تبلغش عنه الشرطه. فبتقول له ان ضيفها فريدي اللي خلص عليه يبقى شخص مهم جدا. وبتقول له ان اكيد الناس اللي تبعه هيدوروا عليه وهيعرفوا ان هو مات عندها، واكيد لما يوصلوا هيخلصوا عليها. وبتطلب منه يفضل معاها ويحميها منهم لانها مش هتعرف تتصرف لوحدها. هو بيكون فين تعبان جدا وبيقول لها تساعده لان حالته سيئه جدا. وساعتها بيسمعوا هما الاتنين صوت غريب جاي من بره الحمام. ولما بيقوموا عشان يشوفوا اللي بيحصل فجاه بيلاقوا فريدي قدامهم، واللي بيكون لسه حي وبيضرب دماغه في الحيط. واول ما فين بيقرب منه بيضربوا فريدي وبيطلع يهرب. وبيستغربوا هما الاتنين ازاي لسه عايش. وبتطلب منه فال ان هو يلاقيه ويخلص عليه قبل ما اي حد يشوفه ويبلغ عنهم. فبيسالها ازاي فريدي لسه بيتحرك، وبيقول لها ان هو متاكد ان هو خلص عليه. وبعدها بيطلع فين عشان يدور عليه بره البيت وفعلا بيلاقيه. وبيضربه بالسكينه، لكن المفاجاه ان فريدي مش بيحصل له اي حاجه. وكان لسه هيضرب فين، لكن فين بيقدر ان هو يمسكه. هو بيفضل يضرب فيه لحد ما بيخلص عليه نهائيا. وبعدها بيتفاجئ ان فال جايه تقعد جنبه ولا كأن اي حاجه حصلت. وبتقول له ان هما كان لازم يعملوا كده والا فريدي كان هيبلغ عنهم رجالته وكانوا هييجوا ويخلصوا عليهم. وبعدها بيدخل فين البيت عشان يجيب الهدوم بتاعته. وساعتها بنفهم ان فال ساحره شريره وبتعمل سحر اسود على السكينه
اللي كانت مع فين. وبعدها بيسمع فين الاخبار اللي بتتكلم عنه، وبنعرف ان هو خلص على رجل اعمال غني جدا، وبيفضلوا يتكلموا عنه وبيقولوا ان هو شخص مجنون وان الشرطه بتدور عليه وان هم محاوطين اخر مكان ظهر فيه. وساعتها بتجيله فال وبتساله عن السبب اللي خلاه يخلص على الراجل ده، لكنه مش بيرد عليها. وبتحاول فال ان هي تقرب منه وتغريه، لكن فين بيبعدها عنه. وبيروح بعدها المطبخ عشان يدور على اي حاجه ياكلها، لكنه مش بيلاقي اي حاجه هناك. فبتقول له فال ان هي مش بتاكل، وبتسيبه بعدها عشان تاخد دش، وبيفضل فين قاعد لوحده. وساعتها بيفتكر فين اللي حصل معاه لما كان قاعد مع صديقته في العربيه بتاعتها، وبتحاول انها تقنعه يسرق البيت بتاع ابوها. وبيسالها فين عن السبب اللي بيخليها تعمل كده، فبتقول له ان الفلوس اللي معاه مش فلوسه، وان ابوها سرقها من الموظفين بتوعه وبعدها طردهم كلهم. وبنفهم ان فين كان واحد من الموظفين دول، وفعلا بيقتنع فين بكلامها وبيدخل عشان يسرق البيت. وبيفتكر فين لما دخل البيت وكان بيحاول يعرف مكان الفلوس، لكن المفاجأة ان والد صديقته بيقول له ان بنته هي اللي سرقت الفلوس من حسابات الشركة بتاعته. هو بيفهم ان هي بعتته عشان يلبس التهمة مكانها. هو بيضحك على فين لان بنته قدرت ان هي تخدعه، وساعتها بتجيله سكتة قلبية وبيموت قدام فين. ولما بيطلع فين عشان يهرب بيلاقي صديقته هربت وسابته عشان يلبس التهمة فعلا. والشرطة بتقدر ان هي تطارد فين لانه سرق العربية بتاع ابوها لحد ما وصل للبيت الغريب اللي هو فيه. وبعدها فال بتسأله عن اللي كان بيتمنى يعمله بالنص مليون دولار اللي كان هيسرقها من والد صديقته. فبيستغرب فين جدا لانها عارفه الرقم بالظبط على الرغم ان هو ما قالهاش عليه. فبتقول له فال ان الفلوس ممكن تكون لسه في الفيلا بتاع والد صديقته. هو بيكون فين مستغرب جدا ان هي عارفه كل التفاصيل على الرغم ان هو ما قالهاش اي حاجه، وبيحس ان هي بتقرا افكاره. هو بتقول له فال ان هو لازم يتعالج من الصداع اللي عنده والا هيفقد الوعي تاني. ولما بتقوم فال من قدام المرايه بيلاقي انعكاسها لسه ثابت زي ما هو، وبتفضل تتكلم حواليه وهو مش فاهم اي حاجه من اللي بيحصل معاه. وفجاه جرس الباب بيرن، وبتروح فال عشان تفتح الباب وبيراقبها فين من بعيد. هو بيطلع انهم الشرطيين اللي بيدوروا عليه، وبيقولوا لها ان هم لازم يفتشوا البيت بتاعها عشان يدوروا لو اي حد دخل من وراهم. وبتضطر فال ان هي تسيبهم يدخلوا فعلا. وبتدخل الشرطيه تدور في البيت وزميلها بيطلع يدور بره. هو بتبص تحت السرير لكنها مش بتلاقيه. وفجاه اول ما تقوم بتلاقي فين وراها، وبيهددها بحاجه في ايديه كانه مسدس. لكن الشرطيه بتشوف ان هو بيخدعها في المرايه اللي قدامها، وبتلف وبتقول له ان والد صديقته لسه حي وانه موجود في المستشفى ولسه ما ماتش. هو بيفرح فين جدا لانه ما قتلش اي حد، وبيقرر ان هو يسلم نفسه ليها. لكن فجاه صوت الشرطيه بيتحول وبتقول له ان هو مش هيخرج من البيت ده ابدا. وبتتحول الشرطيه وبيخاف منها فين. وبعدها بتظهر فال قدامه تاني وبتقول له ان هي انقذته من الشرطيه ولازم ينفذ كل اللي تطلبه منه. وبيكون فين مربوط وبيحاول ان هو يصرخ ويطلب المساعده. فبتقول له فال ان محدش هيسمعه ابدا، وبتقول له ان كل اللي عايزاه منه هي روحه. وبتفهمه ان هو في مكان بين الحياه والموت. وفجاه التماثيل اللي حواليه بتتحول وبيطلع منها بنات حقيقيه. وبتقول له فال يفضل معاهم وهي هتنفذ له كل اللي بيحلم بيه. وعشان تثبت له كلامها بتنقله فال في ثانيه للفيلا بتاعه ابو صديقته، وبتفرجوا على الاخبار اللي بتتكلم عن الشرطيين. وبيعرف ان حالتهم سيئه جدا وموجودين في المستشفى بسبب ان هم كانوا بيحاولوا يقبضوا عليه. وبتقول له ان الموضوع متوقف عليه وعلى اختياره بين ان هو يفضل معاهم او يخرج بره ويتقبض عليه. فبيحاول فين ان هو يهرب منها، لكنه بيلاقي التماثيل كلها بتتحرك حواليه وبيحاولوا يمسكوه. فبيدخل عشان يستخبى في الحمام، وفجأة بيلاقي نفسه في مكان تاني مع صديقته. لكن فجأة صوتها بيتغير، وبيفهم ان فال مسيطرة على دماغه وبتخليه يتخيل حاجات غريبة وبتتحكم فيه. وبعدها بيلاقي نفسه قدامها على ترابيزة الاكل، وبيسألها عن السبب اللي خلاها تختاره هو بالذات. فبتقول له ان هو شخص وفي وكان بيحب صديقته جدا لدرجة ان هو كان هيعمل اي حاجة عشانها. وبتقول له ان هي بتحب الاشخاص اللي زيه، وبتقول له يسلم روحه ليها وبعدها هتعمل له كل اللي هو بيتمناه. وبتقول له ان هي كمان ممكن ترجع له والدته اللي ماتت. وبيشوف على الترابيزة قدامه دماغ الشرطية من غير جسمها. وبتطلب منه فال ان هو يخلص على الشرطية اللي قدامه عن طريق السكينة بتاعتها. وبتقول له ان بعدها هينضم ليهم وكل احلامه هتتحقق. وبتحاول ان هي تسيطر على روحه وتخليه ينفذ كل اوامرها، لكن فين بيرفض وبيقول لها ان هو مش قاتل ومش عايز يموت. هو بيقول لها ان هو ممكن يدخل السجن عادي لكنه لا يمكن يفضل معاها ابدا. هو بيفهم ان هي ما تقدرش تعمل له اي حاجه لانه انسان حي، وطالما هو لسه ما سلمهاش روحه وما اذنلهاش بكده. وبيقرر فين ان هو يعترف باللي عمله للشرطه وما يسلمهاش روحه. فبتقول له فال ان هي كانت بتتمنى تسيطر عليه لكنها للاسف ما تقدرش تعمل حاجه طالما هو ما وافقش. وبتقول له ان هي استسلمت. وفجاه بيلاقي فين نفسه رجع لاول يوم وقت ما الشرطيه كانت بتقبض عليه. وبيقرر فين ان هو يسلم نفسه
وبيعترف بكل اخطائه، وبنشوف الشرطي وهو بيتحول، وبنفهم ان هو واحد من رجالة فال وان القصة لسه ما خلصتش. بيبدأ الفيلم مع شخص غريب واللي بيرسم خطة لمكان مجهول، وبنفهم ان هو بيخطط لحاجة معينة، وبعدها بنروح لواحد اسمه ديفيد واللي بيكون شغال سمسار في مكتب للبورصة، وهناك بتجيله مكالمة من عميل ليه وبيهزقه لانه كان السبب انه يخسر كل فلوسه في الاسهم اللي ديفيد نصحه يشتريها. وديفيد بيحاول يفهمه ان الاحوال الاقتصادية عامة سيئة جدا حاليا وان مش هو السبب، لكن العميل بيكون متضايق جدا منه وبيقفل المكالمة في وشه. هو بيكون ديفيد متضايق جدا لانه بيمر بيوم سيء من اوله وانه كان السبب في خسارة العميل، فبيقول له صديقه كوري ان الموضوع ما كانش غلطته، لكن ديفيد بيكون متضايق جدا وبيقول له ان هو هيستأذن من المدير بتاعه عشان يروح البيت، لكن كوري بيقول له ان الشركة عاملة حفلة بمناسبة راس السنة ولازم يحضرها، فبيقول له ديفيد ان هو ملوش مزاج يحضر الحفلة وعايز يروح البيت. فبيقول له كوري ان البنت اللي بيحبها ديفيد واللي اسمها ايميلي هتستقيل من الشركة وده اخر يوم لها معاهم، فبيتضايق ديفيد لانه ما قدرش يصارحها بحبه طول الفترة اللي فاتت، فبيقول له كوري ان دي الفرصة الاخيرة ليه عشان يتكلم معاها، وبيقول له ان هي اكيد هتحضر الحفلة ولازم يكون موجود هو كمان عشان يشوفها، فبيوافق ديفيد وبيقرر ان هو يفضل في الشغل عشان يحضر الحفلة. وبعدها بنشوف ديفيد واللي بيكون قاعد مع اصحابه ومع كوري في الحفلة، وبنلاحظ ان كوري بيحب يتكلم عن نفسه دايما عشان يلفت انتباه اللي حواليه، لكن ديفيد بيكون قاعد ساكت وبيبص على ايميلي من بعيد، وهي كمان فعلا بتشوفه وبتبص له وبتكون واقفه لوحدها، فبيشجعوا كوري ان هو يقوم عشان يتكلم معاها، وفعلا ديفيد بيقوم وبيروح يعدي من جنبها كانه كان رايح الحمام، ولما بتشوفه بتقول له ان هي كانت ناويه تمشي من الحفله وان ده اخر يوم لها معاهم، وديفيد بيكون متوتر جدا ومش بيقدر يقول اي حاجه ولا بيقدر حتى ياخد رقم تليفونها وبتسيبه وبتمشي. ولما بتخرج ايميلي عشان تاخد تاكسي بيروح ديفيد وراها بسرعه وبيتحجج ان هي نسيت الايس كاب بتاعها في الحفله، لكن ايميلي بتكون لابسه الايس كاب اساسا، فبيضحكوا هما الاثنين وبتفهم ان ديفيد بيحاول يتكلم معاها باي طريقه، فبيقترح عليها ان هو يوصلها للبيت، لكن ايميلي بتقول له ان بيتها بعيد جدا وهي مش عايزه تتعبه معاها، لكن ديفيد بيصر ان هو يوصلها بالعربيه بتاعته، وبيطلب منها تستناه على ما يجيب العربيه من الجراج، وبيدخل ديفيد لاصحابه وبيقول لهم ان هو هيمشي عشان يوصل ايميلي للبيت، فبيقول له كوري ان هو عايز يجي معاه، فبيستغرب ديفيد جدا وبيقول له تيجي فين، فبيقول له كوري ان هو مش هيقدر ياخد تاكسي لان مش معاه اي فلوس، فبيقول له ديفيد ان بيته قريب جدا وممكن يمشي. ولما بيصمم كوري ان هو يجي معاهم بيطلع ديفيد المحفظه بتاعته عشان يديله فلوس من معاه، لكنه مش بيلاقي معاه فلوس كاش ولا حتى مع اي حد من اصحابهم، وفي الاخر بيضطر ديفيد فعلا ان هو ياخد كوري معاه في العربيه، وفي الطريق بيعتذر ديفيد لايميلي لانه هيضطر يوصل كوري الاول وبعدين يوصلها، وكوري بيكون مش عايز يبطل كلام مع ايميلي وبيفضل يتكلم عن نفسه كالعاده، ولما ديفيد بيحاول يتكلم مع ايميلي بصوت واطي بيقاطعهم كوري وبيقول لهم ان هو جعان، لكن هما الاتنين بيعملوا نفسهم ما سمعوش حاجه، لكن كوري بيكون رخم جدا وبيحاول يقاطعهم تاني وبيقول لهم ان هو جعان جدا، وبيفضل يرخم عليهم بصوت عالي لحد ما بيقول له ديفيد ان الوقت اتاخر وانهم اكيد مش هيلاقوا اي مطعم فاتح، لكن كوري بيقول له ان هو عارف مكان مطعم فاتح 24 ساعه، لكن الاول لازم يقفوا عند اقرب مكنه صراف آلي عشان يسحبوا فلوس، وبيقفوا فعلا عند اقرب مكان، وبيعتذر ديفيد لايميلي لانها هتتاخر، وبيكون مكن الصراف الآلي موجود في مكتب صغير، وبيكون مش مسموح لاي شخص يدخل المكان بدون الفيزا بتاعته، يعني اي شخص مش معاه فيزا مش هيقدر يدخل، وبيدخل كوري عشان يسحب الفلوس، وبيتكلم ديفيد مع ايميلي وبنلاحظ ان هما الاتنين متوترين، وبنفهم ان هي كمان معجبه بيه، وكوري اللي بيكون موجود في المكتب بيناديهم وبيقاطعهم وبيطلب من ديفيد ان هو يجيله، وبيقول له كوري ان البطاقه بتاعته مش شغاله ومش عايزه تسحب فلوس، وبيطلب منه ان هو يسحب فلوس من بطاقته، وبيضطر ديفيد فعلا ان هو يسحب له فلوس من البطاقه بتاعته، وساعتها بتزهق ايميلي من القعده لوحدها وبتاخد المفتاح بتاع العربيه وبتنزل، ولما بتيجي تقفل العربيه بالريموت مش بيقفل، فبتسيبها مفتوحه وبتدخل لهم، وبعدها بيكون ديفيد فعلا سحب الفلوس من البطاقه بتاعته خلاص، لكن قبل ما يخرجوا بيلاحظوا ان في شخص مريب واقف قدام باب المكان، وبيعتقدوا ان هو جاي يسحب فلوس هو كمان، لكن اول ما يحاولوا يخرجوا بيقرب منهم ببطء، فبيخافوا جدا وبيدخلوا تاني وبيقفلوا الباب، وبيسالوه هو مين وعايز ايه منهم، لكنه مش بيرد عليهم وبيفضل واقف قدامهم، وبيكون الشخص ده لابس لبس كتير ووشه مش باين ولا باين ملامحه، وساعتها بيفكروا يعملوا اي حاجه في المكان كانهم لصوص عشان البوليس يجي ويساعدهم، لكنهم مش بيلاقوا اي حاجه تتسبب في الانذار، وبيفكروا يعملوا دخان عشان انذار الحريق يشتغل، لكنهم مش بيكون معاهم اي ولاعه، وساعتها فجاه بيظهر شخص بره المكان، لكن الشخص الغريب بيضربه وبيخلص عليه بكل سهوله، وبيكونوا مرعوبين جدا
جدا ومش مصدقين اللي شايفينه، وبيفهموا ان هم لو خرجوا من المكان اكيد هيخلص عليهم، وان هو لو كان معاه بطاقه كان دخلهم بكل سهوله، فبيقرروا يفضلوا جوه. وبعدها الشخص المجهول بيروح للعربيه بتاعه ديفيد وبيدخلها وبيعمل فيها حاجه وبيخرج، وبعدها بيفتح شنطه العربيه وبياخد حديده من شنطه العدد، وبيروح بعدها للمكان اللي هم فيه من الخلف وبيحاول يفتح الباب اللي ورا. وهم الثلاثه بيكونوا خايفين جدا وبيكونوا عايزين يتصلوا بالشرطه، لكن كل الموبايلات بتاعتهم بتكون في العربيه. وفجاه بيلاقوا عربيه شرطه جايه من بعيد وبيحاولوا ينادوا عليها باعلى صوت، لكن العربيه مش بتاخد بالها وبتمشي. وبعدها بيفكروا ممكن يتصرفوا ازاي، وبيقول لهم ديفيد ان الشخص ده ممكن يكون عايز يسرقهم بس ومش عايز يأذيهم، وبتجيله فكره ان هو يجمع كل الفلوس اللي معاهم ويرموهم للشخص المجهول عشان ياخدهم. واول ما ياخدهم يطلع ديفيد بسرعه على العربيه، وبيطلع فعلا ديفيد الفلوس اللي معاه، وايميلي بتديهم الذهب اللي معاها، وكوري هو كمان بيديهم الساعه بتاعته. لكن فجاه ايميلي بتسال كوري ازاي دخل للمكان والفيزا بتاعته مش شغاله، فبيستغرب ديفيد جدا وبيفهم ان كوري بيعمل كل ده عشان اللي حواليه يصرفوا عليه لانه شخص بخيل وكذاب. وكوري مش بيقدر يقول لهم اي حاجه وبيكون شكله وحش جدا قدامهم. وبعدها بيطلع ديفيد وبيقول للمجرم ان الظرف ده فيه كل الفلوس اللي معاهم، وبيطلب منه ياخده ويسيبهم. وبعد ما بيرمي له الظرف على الارض بيفضل المجرم واقف، واول ما بينزل عشان ياخد الظرف بيجري ديفيد على العربيه بسرعه، وبعد ما بيدخلها بينصدم لما بيلاقي المجرم مقطع كل السلوك اللي فيها، ومش بيقدر ديفيد ان هو يشغلها. وبيحاول يتصل بالشرطه من الموبايل بتاعه، لكن المجرم بيجي بسرعه عليه وبيكسر الازاز وبيضربه. وكان لسه هيخلص على ديفيد لكنه بيقدر يفلت منه وبيجري تاني ناحيه المكتب، والموبايل بيقع على الارض لكنه مش بيقدر يرجع عشان ياخده. ولما بيدخل ديفيد بيكون خايف جدا وتعبان، فبتغطيه ايميلي وبتحضنه وبتحاول تطمنه. وبعدها بياخد المجرم موبايل ديفيد والظرف وبيرميهم في شنطه العربيه بتاعته. وبيكون الجو بقى ساقع جدا وبيحاولوا هما الثلاثه يدفوا بعض، وساعتها المجرم بيكون لسه واقف قدامهم، وبتطلع ايميلي الروج بتاعها وبتكتب كلمه المساعده على الازاز. وبعدها بيلاقوا عربيه جايه عليهم وبيعتقدوا ان هي تبع الشرطه، لكن اول ما يقرب منهم بيكتشفوا ان هو حارس امن، وبيفهموا ان هو مش هيقدر يساعدهم لانه مش معاه سلاح. وبيضطروا ان هم يجربوا وبينادوا عليه، واول ما يروح لهم الحارس وبينزل من العربيه فجاه بيلاقي المجرم وراه وبيضربه وبيخلص عليه. وساعتها بيفقدوا الامل هم الثلاثه وبيعرفوا ان مفيش حد هيقدر يساعدهم. وايميلي بتكون منهاره جدا ومش مستحمله اللي بيحصل، وديفيد وكوري بيحاولوا يفكروا في اي حل عشان يخرجوا من المكان باي طريقه. لكن فجاه بيدخل عليهم الشخص المجهول، فبيجروا عليه بسرعه وبيمسكوه وبيهجموا عليه، وبيستخدم ديفيد السلسله اللي كانت في رقبته عشان يخنقه ويخلص عليه. وبيعتقدوا ان هم اخيرا خلصوا على المجرم وكانوا لسه هيطلعوا من المكان، لكن كوري بينصدم اول ما يبص من الباب. ولما بيقوموا كلهم وبيبصوا على اللي كوري بيبص عليه بيكتشفوا ان المجرم لسه واقف بره المكان. وساعتها بيفهموا ان الشخص اللي خلصوا عليه يبقى شخص بريء وملوش اي علاقه بالموضوع. وكلهم بينهاروا اكتر اول ما بيلاقوا صوره ليه مع عيلته واولاده في المحفظه بتاعته، وبيكون الشخص ده اكيد جاي عشان يسحب فلوس زيهم. وبيحاول كوري ان هو يبرر اللي حصل، وبيقول لهم ان ممكن الشخص ده يكون مع المجرم ويساعده. وبعدها بياخد الجاكيت بتاعه عشان يلبسه ويتدفى. وديفيد بيتضايق جدا من كوري وبيلومه وبيقول له ان هو السبب في اللي حصل لهم، لان هو اللي اصر يخليهم يجوا هنا عشان يسحبوا فلوس. فبيقول له كوري ان هو كان ممكن يرفض ومحدش قال له يسمع كلامه، لكن ديفيد بيقول له ان هو فعلا رفض وهو اللي اصر يخليهم يجوا هنا. لكن كوري بيتضايق اكتر وبيقول له ان هو السبب في قتل الشخص البريء، وهما الاتنين بيتخانقوا مع بعض وكل واحد فيهم بيلوم التاني، وبيبقى كل واحد فيهم متضايق لانه حاسس بالذنب بسبب اللي عملوه. وبتحاول ايميلي ان هي تهديهم وبتقول لهم ان الشخص المجهول اختفى. وساعتها بيقرر كوري ان هو يخرج بنفسه لانه ما بقاش مستحمل اللي بيحصل، لكن ايميلي وديفيد بيحاولوا يحذروه وهو بيكون مصمم وبيخرج وبيطلع فعلا وبيجري. لكن فجأة بيقع على الارض، وبنفهم ان الشخص المجهول كان عامل لهم فخ على الطريق عن طريق حبل مثبته في الارض. وبعدها بيظهر الشخص المجهول تاني وبيضرب كوري بالسكينه وبيخلص عليه. وديفيد بينصدم وبيكون عايز يخرج عشان ينقذه، لكن ايميلي بتمنعه وبتقول له ان هو ممكن يموت هو كمان. وديفيد بيكون مصدوم جدا وبيزقها وبتقع ايميلي على الارض على دماغها. وكان لسه هيخرج عشان يساعد كوري، لكنه بيفهم ان خلاص مفيش فايده وبيستسلم ديفيد هو وايميلي، وبيفهموا ان مفيش قدامهم اي حل تاني غير ان هم يستنوا لحد الصبح. وبعدها بنشوف الشخص المجهول وهو بيسحب خرطوم ميه وبياخده معاه، وبيروح للباب الخلفي للمكتب اللي هم فيه وبيحاول يفتحه. وبيكون ديفيد قاعد على الارض مع ايميلي وبيعتذر لها لان هو السبب انها تكون معاه في الموقف ده، لانه لو ما كانش يتكلم معاها كان زمانها روحت بيتها وما حصلهاش اي حاجه. فبتقول له ايميلي ان الندم مش هيقدم ولا ياخر، وان لو كل الناس مشيت بالمبدا ده محدش هياخد اي قرار في حياته. وبتقول له ان رغم كل اللي حصل لهم الا انها مش ندمانه لانها اتعرفت عليه، وهتكون فرحانه اكتر لو قدروا يطلعوا من هنا ويخرجوا مع بعض في اي وقت. وقبل
قبل ما ديفيد يقرب منها بيسمعوا صوت جاي من الباب اللي ورا، وبيفهموا ان الشخص المجهول بيحاول يقتحم المكان. وساعتها بيلاحظ ديفيد ان كوري لسه بيتحرك وبيفهم ان هو لسه عايش، وبيقرروا ان هما يطلعوا بسرعه وينقذوه قبل ما المجرم يشوفهم. وفعلا بيطلعوا وبياخدوا كوري معاهم وبيجروا بسرعه وبيدخلوا المكان تاني، وبيكون كوري حالته صعبه جدا وهما الاتنين بيحاولوا يساعدوه. وبتستخدم ايميلي الجاكيت بتاعها عشان توقف النزيف، وبيحاول ديفيد تاني ان هو يكسر الالات على امل ان الانذار يشتغل، لكن كل ده بيكون بدون فايده، وبيكونوا عايزين يعملوا اي حاجه عشان ينقذوا كوري. لكن فجاه الشخص المجهول بيستخدم العربيه بتاعه الحارس وبيدخل في عربيه كوري عشان تدخل في المبنى ويقفل بها الباب عشان يضمن ان محدش فيهم هيقدر يخرج. لكن بعدها فجاه بيلاقوا خارج من فتحه التهويه ميه كتير، وبيفهموا ان الشخص المجهول بيحاول يغرقهم عن طريق الخرطوم اللي كان معاه، وبيحاولوا هما الاتنين ان هما يرفعوا كوري عشان ما يغرقش. لكن ايميلي بتكون ضعيفه جدا ومش بتقدر تساعده، وساعتها ديفيد بيلاقي ولاعه في الجاكيت اللي كوري كان اخده من الراجل اللي موتوه، وبيحاولوا يوصلوا لانذار الحريق لكنه بيكون بعيد. وبعدها بنشوف المجرم وهو قاعد بره وبيتفرج عليهم، وبتلم ايميلي الورق اللي في المكتب وبتحطه في الباسكت وبيولعوا فيه، وبيطلع ديفيد لاعلى نقطه عشان يوصل للانذار لكنه بيكون بعيد لسه، فبيضطر ان هو يشيل ايميلي على كتفه عشان توصل للانذار. لكن ايميلي بتقع من على كتف ديفيد على دماغها، وبيحاول ديفيد ان هو يفوقها وبيعتقد ان هي فاقده الوعي بس لكنها مش بتقوم. وفجاه الشخص المجهول بيدخل تاني بالعربيه بتاعه الحارس اللي خلص عليه، وبيرجع تاني للمكان بتاعه. وبعدها بياخد ديفيد ازازه الكحول بتاعه كوري وبيولع فيها وبيرميها على الشخص المجهول، لكنه بينصدم لما بيلاقيه مش بيتحرك، وبيفهم ان هو قدر يخدعهم. وبعدها بنكتشف ان هو كان في مكان تاني وبيتفرج عليهم، وبسبب الحريق بتدخل شظايا في عين ديفيد وبيقع على الارض وبيصرخ. وساعتها بتوصل عربيه الشرطه بسبب الانذار، وبيعتقدوا ان ديفيد هو المجرم وهو اللي عمل كل ده. وبيحاول ديفيد ان هو يشرح لهم اللي حصل، لكن الشرطه بتقبض عليه. وبعدها بيرجعوا للكاميرات اللي كانت في المكتب، ومش بيكون باين فيها الا التسجيلات اللي ديفيد باين شخص غريب ومجنون. وبتشوف الشرطه وهو بيخلص على الشخص البريء، ووقت كمان ما كان بيتخانق مع كوري، وكمان وهو بيزوق ايميلي. واخر تسجيل ليه بيكون وهو بيكسر الماكينات، وبعدها التسجيل بيقف. وبتلاقي الشرطه كمان الفلوس وذهب ايميلي وساعد كوري في شنطه العربيه بتاعه ديفيد، وبيلاقوا كمان البصمات بتاعته على السكينه لما كان بيحاول يساعد كوري. وبيموت كوري وايميلي، وبيكون ديفيد هو المتهم الوحيد قدام الشرطه. ولما بيدخل عربيه الشرطه بيشوف ديفيد المجرم وسط الناس اللي ملمومه حوالين المكان، وبيعيط وهو مش عارف يعمل اي حاجه. وبعدها بنشوف الشخص المجهول زي اول الفيلم، وبيشيل الخطه اللي قدامه وبيحط خطه جديده للعمليه الجديده اللي هينفذها، وبيفكر مين اللي هيكون الضحيه الجديده ليه بعد ديفيد. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وسلام.